مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. يعني كانت البوصلة في حايل، السنة هذه شكل البوصلة حساوية. الفتح سوى ترك في الدوري، سوى هزة الآن ما هي سهلة في الدوري. لعب اليوم مباراة يعني كما كان متوقعا لفريق يريد البقاء، والاتحاد ما لعب كفريق يريد أن يستمر في توسيع الفارق. الآن انخفضت الأمور، كانت 7 نقاط صارت الحين 4 نقاط. الاتحاد والهلال دخلوا نادي 60، واحد 65 وواحد 61، 4 نقاط. لا في كلام، الدوري فيه كلام. وبكرة عندك النصر مع القادسية، يدخل النصر ممكن لو قدر يعدي القادسية تصير 60 61 65. لا 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 الموضوع فيه كلام كبير، في كلام كبير. الدوري لا زال بقية ماني قايل، شكلها فيها ان اليوم نتائج المباريات. شوف عندك الفتح اليوم اطاح بالاتحاد في الاحساء 2-0، والاتفاق فاز على الرياض 1-0، والهلال فاز على الخليج 3-0، والشباب مع الاخدود 0-0. شكلنا مقبلين على جولات ساخنه ساخنه ساخنه. الاتحاد هذه اول مباراه للاتحاد من في الدوري السنه هذه، ما يسجل، ما في اي هدف، وهذه ثالث خساره للاتحاد خارج ملعبه. الاتحاد خارج ملعبه عنده يعني الامور ما هي دائما مؤكده. لكن اليوم هذا جوميز مدرب الفتح فعلا نصب كمين نصب كمين للاتحاد، في كمين كان للاتحاد في الحساء. صحيح، قلت لك لا تصدقه، صح؟ مؤتمر الصحفي الاخير لما ذكر انه لا مو شرط انا اروح بالضغط العالي واروح اهاجم واصعد الخطوط، كان يلغوش كذا يغبر بس السالفه. بالضبط. قلت لك لا تصدقه، مستحيل، ما يعرف، هو مدرب كبير ويعشق هذه النوعيه من المباريات. الفتح جميل، ها؟ جدا كبير. اليوم اسلوبه اللي هو لعب فيه لعب الند بالند، ما سكر. 1-0 2-0 قاعد يلعب. طب تتوقع انت يعني بصراحه، يعني تتوقع كان خالد السعود؟ انا عارف كان مع الفتح واضح اكيد، بس وعبد الله فلاته كان مع الاتحاد. لا، مع التحكيم. مع التحكيم اتمنى زي كل الحلقات نبدا بالتحكيم يا ابو بدر اللي تبيه. طيب كان مع الاتحاد طبعا. عبد العزيز الزلال كان مع مين؟ فتحاوي متعصب. اوف والله اللون الازرق اللي يخوف. ايه يعني عبد العزيز الزلال اليوم كان يحب الفتح اكثر من خالد السعود، تصدق؟ صحيح. ها؟ عبد العزيز مواليد الاحساء اليوم. مواليد الكوت ها؟ لا، مواليد اللون الازرق يجذب. اوكي، انت ماشي مع اي لون ازرق؟ اللون الازرق يجذب يخوف بعد. ترى السنه هذه ما تضمن، الانديه واحد قام يغير لون وتلاقي اصفر صار يلبس ازرق، والازرق يلبس اصفر، وحالتنا حاله. لا، الاساس احنا علينا من الاساس. نبدا الحلقه بالعناوين. الاتحاد ينهار في الاحساء، والهلال يقلص الفارق مع الصداره الى 4 نقاط. الفتح أسقط الاتحاد بهدفين في موقعة بركانية، وجوميز يحاصر لوران بلان. قمة الأهداف الملغية وركلات الجزاء المهدرة، والملغية تشعل روشن. أعصاب اتحادية مشدودة، وانفعال بيريرا على الاحتياط في لحظة انفعالية. الهلال يعود إلى سباق الصدارة والفارق يضيق. الأزرق لم يستسلم أبدا. الخليج حاول الصمود لينهار بعد 84 دقيقة، والهلال يلسع بثلاثية توجه. دوري روشن، الاتفاق يعبر الرياض بهدف، والشباب سلبي مع الأخدود.
السعودية تواجه أوزباكستان الأحد في الطائف على كأس آسيا للناشئين. منتخب 2034 يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي بعد غياب 37 عاما. السعودية تلحق كوريا باليابان وتمنح السعوديون تفاؤلا بمستقبل الأخضر. انطلاق الفورمولا 1 على حلبة جدة للعام الخامس مع جائزة السعودية. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم عبد العزيز الزلال وعماد السالمي، عبد الله فلاتة، خالد السعود، والكابتن ابراهيم العنقري، الكابتن محمد فودة، والكابتن سمير عثمان. اليوم افتتاحية الجولة 28 من دوري روشن. الاتفاق يفوز على الرياض 1-0، الهلال فاز على الخليج 3-0، الشباب والأخدود تعادل سلبي، والفتح يفوز على الاتحاد متصدر الدوري بهدفين مقابل لا شيء في الأحساء. ترجع مرة أخرى، عدت الكرة الأولى للنموذج يا باتنا، لو كسر التمرير، الله الله، أنها كلاسيكو، أنها قمم، وهي ليست كذلك، لكنك تشاهد الأمور فقدوا من خلالها بعض السيطرة، وكرت أحمر ليس لأحد اللاعبين بل ربما لأحد المتواجدين في الجهاز الإداري والفني بالنسبة لفريق الفتح، وكرت أحمر الآن. عبد الرحمن العبود، مهند شنك يدور الكرة تصل إلى فارغاس، بيرسل الكرة، الله، سلمي يتقدم، كرة خطيرة ترجع، يا سلام يا كايو، خطيرة، دوسري جول ميتروفيتش، يا سلام الله، كرة قائمة مستمرة، روبن نيفيز جميلة، ألكسندر ميتروفيتش، فيتينيو، ترتيب الدوري المؤقت بعد مباريات اليوم: الاتحاد الأول 65، الهلال الثاني 61 نقطة، النصر الثالث 57، والأهلي الرابع 52، والقادسية الخامس 52. بعد كذا السادس الشباب، بعد الاتفاق، التعاون، الرياض، الخليج، الخلود، الفيحاء، الفتح الآن قفز إلى المرتبة 13، ضغط ضمك والعروبة والأخدود والوحدة والرائد. بكرة اليوم الثاني للجولة 28، بكرة الجمعة عندنا الخلود مع ضمك، الأهلي مع الفيحاء، القادسية مع النصر، والمباراة يمكن الرئيسية بكرة راح تكون مباراة القادسية مع النصر، لأنها هي اللي راح تحدد كثير من فرص النصر لاستمرار مطاردة الهلال والاتحاد في بطولة الدوري. بكرة النصر لو استطاع أن يفوز على القادسية راح يرتفع رصيده ل 60 نقطة، 60 بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، بفارق 5 نقاط على الاتحاد صاحب المركز الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن النصر عامل حسابه أن عنده مباراة مع الاتحاد في الرياض، لو استطاع يفوز فيها الفارق يضيق إلى نقطتين، يقول لك يرزقنا الله عقبها في بأي مباراة أخرى. السبت عندنا تختتم الجولة بمباراتين، العروبة مع الرائد والتعاون مع الوحدة، وهذه كلها مباريات راح تكون مؤثرة جدا جدا في مسألة التهديد بالهبوط، ونتيجة الفتح اليوم مع الاتحاد راح تكون هي أكثر تأثيرا على فريق الرائد والوحدة على وجه الخصوص. بعد مباريات اليوم ترتيب الهدافين لا زال كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة ب 23 هدف، بعدين عبد الرزاق حمد الله من الشباب الثاني، بعدين كريم بنزيما، ليوناردو، وإيفان توني 17 هدف لكل منهما، بعد كذا جوليا من القادسية 16 هدف، ميتروفيتش من الهلال
اليوم سجل هدف، ارتفع رصيده ل 14 هدف. موسى بارو من التعاون ومزيان موليده من الخلود في المرتبة الثامنة والتاسعة، كل واحد عنده 12 هدف. وش اللي صار اليوم خالد السعود في الحسا؟ الحسا جميلة اليوم. الله، المباراة كانت بصراحة للأمانة مباراة كبيرة جدا أبو بدر. مباراة جميلة من الطرفين، سريعة، أجمل مباراة للفتح يمكن، خليني أقول لك، يمكن على مدار 5 سنوات ما شفت الفتح بالشكل هذا. قتالية كبيرة جدا، فوز مستحق، التفوق فيه قوميز وفريقه على الاتحاد. أعتقد أنه الفتح قدم درس كبير جدا للاتحاد، قدم درس لكل متابعين الدوري السعودي أن الدوري السعودي حقيقة دوري قوي جدا. اليوم نشوف الاتحاد متصدر الدوري يخسر أمام فريق في أسوأ ظروفه. مباراة حقيقة تتغنى فيها، ودك تعيدها مرات ومرات ومرات. مباراة جميلة. انت ودك تعيدها مرات ومرات ومرات، في ناس ودهم يشطبونها. لا، حتى الاتحاديين نفسهم يعيدون المباراة ويستفيدون من دروسها. في دروس مستفادة ابو بدر، مو بشرط انه تعيد المباراة لانك كسبان، حتى الخسارة لعلها يعني تعيد حساباتك وتعلم وين مكمن الخلل اللي بس بسببه خسرت. حقيقة يعني ما ودي اتكلم في الاتحاد، خلينا نتكلم في الفتح اللي بصراحة ابهر الجميع. وكان بالنسبة لي شخصيا، وبالامس يا ابو بدر كنت اتكلم مع الزميل علي صوابي، قلت له الفتح بكره لن يخسر، لاني اعرف نوعيه المباريات هذه، واعرف نوعيه لاعبين الفتح يحبون المباريات اللي مثل هذه، خصوصا انك تلعب امام فريق كبير جدا ومع الفريق المتصدر. الجميع وده يبرز، الفتح عنده مفاتيح لعبه وعنده عناصر تستحق حقيقه انها يعني اليوم ما قصرت. ما اعرف اذا في مجال نتكلم عن المباراه بشكل مباشر او نخليه الى وقت اخر. خلى وقت اخر. بس انت الحين يعني انت شايف الفتح اليوم، كنت متوقع انت اللي صار؟ ولا اترك بعيد انك تتمناه، اكيد كنت تتمناه. لا والله ابو بدر، انا قلت والله ما يخسر الفتح، يعني قلت لن يخسر الفتح. كنت متوقع للامانه انه على اقل تقدير انه الفتح، يعني ما كنت اود المبالغه حقيقه نتيجه وضع الفريقين بشكل عام. كنت متاكد يعني والثقه بالله سبحانه وتعالى انه الفتح لن يخسر اليوم. يمكن الزملاء والجمهور الاحبه اللي وعلى عيني وعلى راسي جمهور الاتحاد زعلوا مني امس وهاجموني بسبب هذا الكلام. لا يعني في النهايه ليش؟ يعني ليش مالي يدك؟ ليش كنت مالي يدك ان الفتح يفوز؟ ابو بدر قلت لك انا نوعيه المباريات هذه يحبونها لاعبين الفتح. طبعا مش على كل حال انه الفتح يستطيع، ولكن كان عندي احساس، يعني لم استند للامانه على امور فنيه، لان الامور الفنيه الكفه واضح ترجع وين، لكن كان عندي احساس كبير جدا. ما كنت متوقع للامانه ان المباراه تظهر بالشكل اللي ظهرت عليه، لا ظهرت بشكل حقيقه جميل جدا جدا طيب جدا. انت كاداري سابق، كرجل اداري سابق، في رايك اليوم كانت المباراه اللي اكثر تاثيرا فيها الجانب المعنوي للاعبين ولا الجانب التكتيكي اللي وضع المدربين؟ لا، المدربين وبدر طبعا هي الامرين، ولكن جوميز بصراحه استفاد من اخطاء لوران بلان. استعجل وفي عناصر للامانه في الاتحاد اليوم تقول والله العظيم حرام، هذا النادي الكبير فيه هذه العناصر. وعلى الجهه الاخرى ابو بدر الفتح كتاب مفتوح، عنده اماكن خلل كبيره جدا. اليوم اماكن خلل تفوقت لاعبين الصغار، اتكلم عن الظهيرين جنب، وامس يمكن طيب. الزميل عماد ابحر فيها. اليوم تفوقوا صراحه، تفوقوا على لاعبي الخبره في الاتحاد. طيب الفتح الان عنده مباراه في الحسا راح تكون مع الهلال، وعنده مباراه مع النصر، تتوقع راح يلعب بنفس القتاليه اللي شفناها اليوم؟ طبيعي، هو مال الفتح لازم يعين نفسه. يعني امس الشباب يقولون هل الفتح بغير بوصله؟ قلت الفتح يبي السلامه، وهذا اللي حصل. الفتح ما المشكله تبي السلامه بس بتاخذ الرجاجيل معاك في الطريق. مباراه اليوم وبدر حساباتها كثيره على المقدمه،
وحسابات الفتح غرق 5 تحتها الان. صحيح. المباراه فيها مكاسب كبيره جدا. الفتح من زمان ما كسب فريق كبير، اشياء كثيره اليوم تحققت للفتح. انا اعتقد ان شاء الله انه يستفاد منها، انه على الاقل الفتح خلال الجولتين القادمتين يعني مع الرياض والشباب قصدك؟ ايوه، نقول بعد وقتها انا اللي ابي حنيفه ان يمد رجليه. تعب الفتح. يعني انت قصدك الرياض والفتح اذا خلص معاهم بيلعب بهداوه عاد مع الوحده والهلال وضمك والنصر يعني. ها؟ لا، باقل شد واقل ضغط، لان الفتح ابو بدر من اول جوله كان مضغوط. جلس 15 و 16 جوله في قاع الترتيب واخر الترتيب، والظروف كانت سيئه. صراحه تجاوزها كان امر صعب جدا. نرحب بمشاركة الجمهور معنا في نقطة نظام، وراح يظهر قدامكم الرقم الواتساب الخاص بمشاركاتكم من داخل المملكة العربية السعودية أو من جمهورنا العربي في كل مكان. الله يحييكم. يعني نبغى بس عناوين، بس احنا حبينا ان يعني خالد سعود بما انه ما فاز من 18 سنة فحبينا بس ان يعني نعطيه فرصة اليوم. عماد وش تقدر نقول على كعناوين على احداث اليوم؟ احداث المباريات كلها والاتحاد. احداث اليوم اللي ابرز، يعني انت في مباريات ما ودك تشوفها يعني. اي اوكي، الاتحاد والفتح. تمعلم مدرب الفتح على الاتحاد. الزميل خالد السعود قال لك في عناصر حرام تلعب في شعار الاتحاد. يا رجل انت عندك مهند الشنقيطي تروح تلعب فوز الصدور. انت تبغى تفعل كادش هجوميا وانت ما تعرف ان عندك معاذ فقيهي افضل هجوميا. انت خسران 1-0 والناس جايه ملعبك، تبغى ترجع الخطوط شوي حقت الفتح. صالح الشهري ينزل من بدايه الشوط الثاني على الاقل. هو لو نزل معاذ فقيهي وصالح الشهري هو بدا بدايه كويسه، لكن اتكلم بعد النتيجه. الشوط الثاني المفترض صالح الشهري ينزل من بدري، اعتقد راح يقدم الاضافه الكبيره جدا. فاشوف انا المدرب هو من يتحمل خساره اليوم، ودائما اللاعبين ينقذونه. اليوم كريم بنزيما حاول ينقذه بكعب اسيست، ما هو اللي علمه. بنزيما متعلم اصلا ولاعب كبير في كره القدم، ولكن اليوم ما وجد من ينقذ اخطاء التكتيكيه. كابتن ابراهيم العنقري، ايش رايك في اللي صار اليوم؟ طبعا يا ابو بدر، خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا قبل ما ناخذ النقاط اللي كسبها الهلال والنقاط اللي خسرها الاتحاد وفوز فريق الفتح. حقيقه اللي اليوم يعني غير الوجهه كامله في الدوري. نتكلم عن الحاله النفسيه للفريقين المتنافسين. يعني قبل بدايه مباريات اليوم كثير من المتابعين يقولون الدوري انتهى، وانا واحد منهم، انه صراحه الوضع صعب جدا. فارق ال7 نقاط زائد نسبه التعادل للاتحاد. الهلال في وضع سيء. الكل كان يقول ان الدوري فقط مجرد يعني مباريات والاتحاد سيتوج بالدوري. بعد اللي حصل اليوم اعتقد انه الحاله النفسيه للاعبي الهلال ولاعبي الاتحاد انقلبت. الان الامور صعبت على الاتحاد. قرب الهلال، مباراه النصر القادمه مع الاتحاد صعبه جدا. اذا في فريق الفتح في شهر ديسمبر الماضي ابو بدر لما عرضنا حلقه هنا وتكلمنا عن الثلاث فرق اللي غيرت المدربين، الوحده مع كارينيو والفتح ومع جوزيه جوميز وايضا فريق الفيحاء، وتكلمنا انه بالفعل وكانت وجهه نظري انه فريق الفتح سيتغير مع جوزيه جوميز، لانه حقيقه مدرب 100 متر، مدرب ابتكار وافكار، مدرب عنده القدره على القراءه وعلى صناعه فريق، وايضا جلب لاعبين يعني مميزين ساعدوه، خصوصا يوسف في وسط الملعب. شفنا الفتح اليوم يلعب بطريقه الكل يقول ان الفتح اختلف. اذا هنا تكتيكات كرة القدم، هنا التدريب، هنا الحالة في اختيار. اليوم قدم الفتح صورة مغايرة وأيضا استحق عليها هذه القفزة في سلم الدوري. دوري حقيقة مجنون، دوري حقيقة يجعلك تتابع بشغف. وأيضا اليوم مباراة أعتقد أنها مثل ما قال أخوي خالد السعود أنه الفتح ما شفناه بالشكل هذا من فترة طويلة. قدم مباراة عالية جدا، مباراة فيها قمة. أعتقد أن أهم ما في هذه المباراة إبداع جوزيه جوميز وأيضا تألق مراد باتنا، اللي حقيقة اليوم عمل كل شيء في كرة القدم وأرهق فريق الاتحاد، صنع وسجل وفعل كل شيء في المباراة. هنا اليوم تجلي مراد باتنا، صعب المباراة على فريق الاتحاد. بس نواف العقيدي اليوم تصدى الهجمات كثيرة، صد ركلة جزاء، يعني مسوي شغل صراحة. لا صحيح أنت صحيح أبو بدر. نواف العقيدي هو الذي جعل المباراة حقيقة ترجح لكفة الفتح بصد ضربة الجزاء، لأنه هذه ضربة الجزاء لو سجلت بيعود الاتحاد بكل سهولة. الاتحاد تعرف الاتحاد فريق قوي، ومع أنه خسر اليوم الاتحاد
الاتحاد اضاع فرص بالجمله، ولكن هذه كره القدم، انت تلعب بالطريقه التي تستطيع. تحولات فريق الفتح، وايضا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، سرعه التحول عند الفتح. 3 ثواني الفتح يصل باب الاتحاد. اذا دوري حقيقه عاد الى الملعب مره اخرى، وفي حال انه النصر استطاع انه يتفوق على الاتحاد، اعتقد انه صفر العداد من جديد. نواف العقيدي كان اليوم واحد من أهم رجال قمة الفتح مع الاتحاد. سريعا بس أقرأ بعض الرسائل. حاتم يقول اليوم الخليج نحر تحكيميا، هذا رأي مشاهد. بندر يقول الزلال متشقق من الفرح، ما راح تفرح في بطولة، خذها مني الجولة الجاية تعثرك. طيب. نايف يقول يا عبد الله فلاته ما عليك من احد ولا تقول تحكيم، اللاعبين ما لعبوا والعبود كان المفروض يكون اساسي، محتاج سرعات. يلا وتقول الاتي بالصداره، ويلا ونقول الاتي بالصداره وكل الانديه بعده. طالما اليوم غاب التحكيم انا اللي لازم اتكلم عن التحكيم. احنا العاده ما يفوز الاتحاد نبدا بالتحكيم، انا اليوم اتكلم عن التحكيم. كوره دخلت المرمى وهدف، ترد لي تقول لي العب ركله جزاء؟ ليه؟ حيقول لي صفر قبل تخش، معناته حكم متواضع. انت الحكم ده هو اللي نكب مباراه الاتحاد والهلال قبل موسمين، مباراه 2-2 باعتراف لجنه الحكام، مجلسوا ليه كل مره وهو اللي يحكم المباريات. عليه مجلسوا. المباراه دي اليوم شفنا التحامات وشفنا لعبات والى اخره. ومباراه الهلال والخليج نعم سافتش يطرد، ركله جزاء للخليج، شفنا اشياء اليوم يعني كان يجب التوقف عندها مليون مره. التحكيم كان له دور في النتائج اليوم، في تعثر الاتحاد ما في شك. عشان اكون امين، فاز الفريق المنظم اللي هو الفتح، الفريق اللي لعب عرف كيف يتعامل مع المباراه، عكس الاتحاد. بكل اسف الاتحاد كان واضح له انه الفتح متحمس وداخل المباراه بقوه وعنده اهداف. الاتحاد مفترض هو يوقف في ارض ملعبه، الاتحاد هو يستقبل اللعب، الاتحاد يدور كوره، الاتحاد هو اللي يعمل كده، مش الاتحاد يندفع. هذه ذكرتني مباراه الاتحاد والهلال ايام كوزمين كونترا، كان يفترض انه يستقبل اللعب، راح مبادر ومهاجم وتارك مساحات والى اخره. هذا اخفاق من مدرب الفريق. تعال كريم بنزيما، كريم بنزيما مش جاهز. طالما هو مو جاهز ليش يلعب المباراه؟ في خلل اداري في الاتحاد بصريحه العباره. الناس شغاله على الرئيس الجديد. ايش رئيس جديد وايش كلام الصراحه غير مقبول اطلاقا. انت عندك 6-7 مباريات، عندك دوري امامك، ركز في الدوري واترك الامور الجانبيه والامور اللي انا اراها هامشيه. ما يهمني مين رئيس الاتحاد ولا يهم جمهور الاتحاد من رئيس الاتحاد، همه انك انت في الملعب تكون متواجد وبكل قوه. الفريق دخل دي المباراه مبعثر، مشتت، ضعيف، دفاع. الهجوم ما سجل، انت قلت يا بدر. الدفاع مهزوز. دفاع الاتحاد اليوم شوارع. انت عارف قوه الفتح، مراد باتنا تاركه مع كادش، هذا منطق؟ ما تعرف تقفل؟ هذا مدرب كبير ومدرب مش عارف ايه. لا، اخطاء في الاتحاد اليوم بالجمله ساهمت في هذه الخساره ولا شك. لكن الاتحاد لو هدفه اللي سجل ودخل المرمى من الشوط الاول، المعنويات تفرق والنفسيات تفرق. كان من الممكن انه الاتحاد يعود، لكن واضح الحمله الممنهجه اتت اكلها. يعني في اعتقادك ان الاتحاد احبط في هذه المباراه؟ الاتحاد اخطا في دخول المباراه، ما في خلاف. الفتح منظم وتحيه وتعظيم سلام، بس لا اشوفه ثاني يخسر لي بالتسعه. ها؟ هذا لعبك ابغى اشوفه في كل المباريات يا فتح. فريق يخسر بالتسعه ترى يشوه الدوري. فتح ولا غير الفتح، اي فريق يخسر بالتسعه تشويه للدوري. هذا مستواك وهذه الروح، هذه القتاليه والزخم المعنوي والاعلامي اللي حصل عليه فريق الفتح. اتمنى انه يحصل عليه في مبارياته مع الهلال ومبارياته الاخرى، مش زي مع الاتحاد. زخم غير طبيعي. جهز الفتح. ليه كان في زخم على هذه المباراه؟ زخم والله يا بدر، يعني اوكي هي مباراه الصداره. فريق متصدر بيلعب مع فريق غرقان وفي ارضه، يعني ما كل مره بتيجي يا بدر ما صار الزخم المعنوي اللي حصل للفتح. تحفيز غير طبيعي على مختلف المستويات وعلى مختلف الاصعده، اعلاميا جماهيريا. وبالاسف الاتحاد سلم نفسه. انا اقول الاتحاد سلم نفسه. انت توقف في ملعبك وتستقبل اللعب وتدور كوره، انت الفريق الكبير. لا يمكن الفتح ياخذك للطريقه اللي انت تاخذ الفتح للطريقه اللي انت تبغى عشان تكسب المباراه بكل اسف. بس في النهايه لما ادخل الكوره المرمى تقول لي تعال سدد ركله جزاء، لما يكون لي ركله جزاء تعطيني، لما يكون لاعب ينطرد في الفريق الاخر من الشوط الاول تنقلب كل المباراه، مباراه الخليج والهلال يعني بالتحديد، ما تطرده؟
تقول لي لا رجله جات بسيطه ورجله جات كارت احمر ما فيها قولان. ركله جزاء للخليج لا تحسب. طيب كيف يخسر الهلال من الخليج؟ ما حيخسر. وكيف يفوز الاتحاد على الفتح؟ ما حيفوز الاتحاد على الفتح. الحمله الممنهجه اتت اكلها. كنتم مع الفقره التحكيميه برعايه عبد الله فلاته، دخل عليكم في التحكيم ها؟ شوف انا مالي دخل، انتم ابو احمد تحاللوا. عبد العزيز الزلال، ما رايك في احداث اليوم؟ الدوري انقلب. البوصله جابها معه العقيدي، وترى كان مع الطائف في دوري البوصله واليوم مع الفتح. برافو القوميز، برافو للفتح، سويتوا اللي ما قدرت تسويه بقيه انديه الدوري. انديه الدوري بالاخطاء التحكيميه اللي كانت لصالح الاتحاد والاتحاد ما لها علاقه فيها كان ينتصر، رغم الاخطاء التحكيميه الواضحه، وطرد دانييلو الدقيقه 49، والبلنتي اللي يقول شاته بالقدمين الثنتين وما شفنا الا قدم واحده، لمسه عبد الله العمري. انتصر الفتح. الفتح اليوم قدم رساله قوية للأندية الدوري، إذا أردت أن تنتصر انتصر على أخطاء التحكيم وانتصر على الاتحاد داخل الملعب. برافو لقوميز، برافو لنجوم الفتح، لعبوا للفتح، اللون الأزرق تجلى داخل الملعب. الزميل عبد الله فلاته يقول لا تخسر بالتسعة، وأنا أقول بعد لا تخسر 8 مرات في موسم. رسالتك وصلت للفتح، وأنا أوصل رسالتك لا يخسر أحلى رسالة يا عبد العزيز. عشان طيب الاتحاد عبد العزيز ما هو موضوعنا، ما هي موضوعنا، لا ما هي موضوعنا. لاعبك العالمي وأتحدث الاتحاد خسر. استنى بس لحظة بس. عن لقاء الهلال مع الخليج. لحظة عبد العزيز، أنت دخلت في موضوع أجبرته يرد عليك. لا ما ينفع. انت تبغى عطني رايك بدون اسقاط عشان هو ما يضطر يدافع عن نفسه، فلو سمحت هي كلمه واحده بس انا ارد عليك. اديني فرصه ارد عليك. انت تقول فزت اعطيه 20 ثانيه يرد عليك. 8 مباريات. انا في ال8 مباريات ما عندي لاعب راح قال لي الحكم كذا انهي المباراه. كانسيلو هادي وصمه عليك، راح للحكم يقول له خلص المباراه بعد الهدف الرابع للاتحاد. طيب. ما يمكن في الاتحاد يصير ده الشيء، لا يمكن. لو تفوز 10 مباريات. طيب تفضل عبد العزيز كمل جملتك الان. تركنا 8 مباريات في موسم، 8 مباريات اكثر من 9 في مباراه واحده. طيب